بركات من سنوات الحرمان، بركات من سنوات القهر، بركات من سنوات العنصرية والحقرة، بركات بركات بركات. رغم عمليات الترحيل المتتالية التي عرفتها الجزائر ضمن مخطط الدولة للقضاء على البيوت القصديرية، لا يزال سكان البنايات الفوضوية بجانب قرية علي الشحبي بسيدي فلاق ببلدية صيادة ولاية مستغانم يكابدوا معاناة عمرها 30 سنة، مطالبين بترحيلهم في أقرب الآجال. البيوت القصديرية القريبة من القرية تاع عليش الحبيب رانا نعاني هنا أكثر من 30 سنة معاناة لا حياة لمن تنادي، أكثر من 30 سنة من القهر، أكثر من 30 سنة من اللامبالاة من طرف المسؤولين المحليين، أكثر من 30 سنة من العنصرية والجهوية هنا في سيدي فلاق. علاش؟ لأنه أصلا احنا جلفاوي وأنا أعتز بأصلي الجلفاوي، وقبل ذلك نعتز بأني من جزائري وواحد من أبناء هذا الشعب الحر المناضل اللي راح ضحية هذا الوطن أكثر من مليون ونصف المليون شهيد في ظرف 7 سنوات ونصف باش يعيش المواطن الجزائري بكرامة، يعيش بشموخ ويعيش يتمتع بثروات البلاد تاعو. بصح رانا مازلنا في 2024 تحت البيوت القصديرية، في 2024 مازلنا نسقو بطريقة بالحامير والبغال، في 2024 ما عندنا لا ضوء ولا ماء ولا غاز ولا صرف صحي ولا اي حاجه، لا مدرسه ولا اي حاجه، ولا اي حاجه من متطلبات الحياه. وحنايا بهذا الموقف وهذا المكان اللي انا فيه، هذا خطاب موجه للسيد رقم 1 في الولايه، السيد الذي ما دق عنده الباب احد الا واعطاه، ما يرده خائبا. وهذا والله ليست مجامله ولا مداهنه، انما هو واقع يجسده الوالي على ارض الواقع. هذا الوالي الذي لا يحب الظلم ولا الحقره للمواطن الجزائري، الذي يرد كرامه المواطن الجزائري، الا هو حضره الوالي احمد بودوح. حضره الوالي احمد بودوح، نحن نطالب بك ان تاتينا في اقرب وقت ممكن وتشوف الحاله اللي انا فيها بعينك. وكاين واحد المثال مشهور ومعروف يقول لك العين لما تشوف تترك السؤال، العين لما تشوف تترك السؤال. حضرة الوالي احمد بودوح، وماذا بينا كي تجي عندنا هنا ان شاء الله تقول لنا جوج كلايم اللي هي مبروك عليكم السكن، مبروك عليكم السكن. اتصلنا برئيس بلدية صيادة للتوضيح أكثر إلى أنه رفض التصريح، لتبقى مطالب الحي قائمة إلى غاية تدخل السلطات الولائية للنظر في ملفاتهم العالقة.